الفرصة جت للنادي الأهلي النهاردة بعد الأحداث اللي حصلت النهاردة بعد ماتشين كانوا مهمين جدا. أعتقد إن مصر كلها النهاردة كانت بتتفرج على الماتشين دول. الماتش الأول الزمالك وسيراميكا كليوباترا، وانتهى الماتش بالتعادل بعد ما كان الزمالك متقدم بهدف كارثي من محمد بسام حارس مرمى سيراميكا، وقدر ان ناصر منسي يجيب الجون الاول للزمالك. قدر يعدل النتيجه سيراميكا ويتعادل، وكمان مش كده وبس، تعادلوا 2-2 وكده ابتعد الزمالك تماما عن المنافسه على بطوله الدوري. طيب نيجي للماتش الثاني بعديه. طبعا للاسف سمعنا في الماتش اللي بعديه بقى، الماتش اللي كل مصر بتنتظره، ماتش بيراميدز والبنك الاهلي. قدر النهارده البنك الاهلي بيدي درس في التفاني للكوره، في حب الكوره، في حب الشغل الجماعي، في كل حاجه. النهارده طارق مصطفى زي ما قبل كده هاجمته، لكن النهارده بشيد بيه. ليه؟ مش عشان خاطر كده ان هو فاز بس على بيراميدز، لكن النهارده قدم مباراه كويسه جدا قدام بيراميدز. ذاكر بيراميدز كويس جدا. النتيجه كمان النهارده بقى ان فاز على بيراميدز 4 رباعيه. النهارده طارق مصطفى كسر كل قواعد اللعبه. كل الناس اللي كانت يعني اضعف الايمان كان الكل النهارده بيقول ان بيراميدز هيكسب البنك الاهلي 2. النهارده البنك الاهلي بيقلب الطاوله على بيراميدز وبيفوز برباعيه. 4 تجوان مقابل جونين، و4 تجوان اسامه فيصل ومحمد ابراهيم. الناس دي النهارده عملت مباراه كبيره جدا جدا جدا. بالفعل يستحقوا النهارده ان احنا نشكرهم كتير جدا على ان هم قدموا لنا النهارده مباراه دسمه من العيار التقيل من فرقه بحجم البنك الاهلي. النتيجه ان الفرصه جت على طبق من ذهب للنادي الاهلي. ازاي؟ النادي الاهلي بعد فوزه امبارح اصبح هو على قمه الدوري بفرق نقطتين عن بيراميدز. سبحان مغير الاحوال. كنا لسه امبارح بيراميدز متفوق على الاهلي، الكل متخوف، الكل قلقان ان الدوري يضيع من الاهلي. سبحان الله، النهارده نزلت عداله السماء على راي الكابتن الله يرحمه محمود بكر، ونزلت عداله السماء على استاد باليرمو. النهارده نزلت في استاد القاهره، وقدر البنك الاهلي يفوز على بيراميدز برباعيه، وبكده الاهلي على قمه الدوري كالعاده. وسمعنا مع ابراهيم فايق كابتن سيد عبد الحفيظ لما قال يا جماعه الدوري لسه في الملعب. وفعلا النهارده الاهلي عارفين اللي هو ركب، ولو قرب من بيراميدز، الكلام اللي قلناه ان لو الاهلي قرب من بيراميدز، بيراميدز بيتلخبط زيه زي الزمالك، زي اي نادي تاني بينافس مع الاهلي. اصبح الاول النهارده بفرق نقطتين على بيراميدز. مش هقدر اقول مبروك برضه لجماهيري وجماهير النادي الاهلي اللي انا بعتز دايما ان انا اكون فرد منهم، لكن لسه الكوره في الملعب، لسه في مباريات. ان شاء الله النادي الاهلي يقدر يفوز في المباريات اللي باقيه وياخد الدوري، ونقدر اقول لحضراتكم بعد كده